السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. إن شاء الله ألقاكم هاد لا فيديو في أحسن الأحوال وتكونوا بخير وعلى خير. جديد تنسيقات ملابس المحجبات، ملابس صيفية راقية جدا وأنيقة. إلا كنتي مهتمة بموضوع الموضة فما عليك إلا أنك تنضمي القناة بالاشتراك، وكذلك أنك تضغطي على الإعجاب بالفيديو أو لايك، وكذلك أنك تفعلي زر الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم. أجمل تنسيقات صيفية، كذلك ألوان دارجة على الموضة للمحجبات وغير المحجبات، كسوات صيفية، فساتين صيفية، أجمل الأزياء المحجبات اونسومبل. يعني كل ما تبحثين عليه غتلقايه إن شاء الله في هاد لا فيديو. كيف كتشوفوا معايا بحال هاد الفستان هذا اللي كيجي هنا بالألوان وكيجي كذلك بسطيفات حتى لتحت، هنا الأورانج البنفسجي، وهنا كذلك هاد الشكل هذا ديال هاد الفستان اللي راقي وانيق كيجيو فيه هاد الوريدات. فهو طوندونس ديال هاد السنه. كنشوفوا ان البنات الاغلبيه كيكونوا لابسينهم لانهم راقيين جدا وكيجيو في اللبسه كلاس. كذلك هاد الشكل هذا ديال هاد الانسومبل هنايا اللي كيجي فيه هاد الشوميز مع البونطالون بالوردي مع هاد لا شانتور انيق. كذلك هنايا هاد الشكل ديال هاد الفستان اللي كيجي مزيان بهاد الورود هذا، وكذلك بالحزام اللي كيجي مربوط من الامام صيفي. كسيوة اولا فستان اللي كيجي بحال هكا طويل، هنايا كيجيو داخلين فيه اللوينات الازرق الابيض الاورانج. كيف كتشوفوا هنا اختارت معاه لفة الحجاب في المطارد، كذلك هنايا حقيبة اليد اللي جات في البيج، كيمونو اللي كيجي طويل بالاصفر هنايا مع هاد البنطلون بالابيض، مع هنايا مع هاد التيشيرت اللي لبست معاه هنايا في الابيض مع رشه البارفان كما كتشوفوا معايا، يعني ضروريه. كذلك هنايا هاد الشكل هذا ديال هاد الفستان اللي كيجي بهاد الشكل في الكول، يعني التصميم ديالو كيجي انيق مع هاد الحزام اولا هاد السميطه اللي كتجي مع الفستان، هنا الابيض ومع الاخضر. شوميز اللي كتجي مزينة بالورود، هنايا الوردي كذلك هنايا البلو سيال الأصفر كما كتشوفوا الأسود، يعني داخلين فيه مجموعة من الألوان. شوميز أولا قميص بارد صيفي، فستان للمناسبات كيجي هنايا منبت بالعقيق من جهة الكتاف بهذا الشكل هذا، ومعاه حزام اللي كيجي مربوط من جهة الظهر فكيجي راقي كذلك هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، يعني مناسب جدا للمحجبات لأنه مستور ومريح في البسة ديالته، كيجي كلاس بالألوان. هنايا كذلك اللون الأسود اللي كيجي أنيق جدا. كذلك بالنسبة هنايا لهذا الأنسومبل، وهذا الأنسومبل اللي كيجي هنا بالبلو سيال بالأبيض، هنا المارون مع الأبيض، هنا كتشوفوا الشوميز أنها مع البونطالون يعني صيفي أكتر. هذا الفستان هذا الأنسومبل هذا حتى الألوان يعني صيفية. الشكل ديال هاد الانسومبل هنايا فيه شوميز اولا قميص هنا بالازرار مع هاد الكمايم اللي كيكونوا واسعين كيف كتشوفوا كيجيو حتى الكتاف يعني طايحين بهذا الشكل هذا. هنا بالتيركوا مع البونطالون، هنا اخترت مع حذاء رياضي بالابيض. فستان اللي كيجيو فيه هاد الشكل بحال هكا بحال الثقوب فهو يعني كنشوفوا انه كيتباع في المحلات اكثر، مع هاد الشكل ديال حقيبة اليد اللي اختارت مع كل لون ديال الفستان، الأزرق مع الأبيض. وهاد الفستان اللي كيجي طويل بهاد الشكل اللي عجبني شخصيا، وكيجي بسطيفات حتى لتحت هنايا بالمارون، لا سانتور اللي جات حتى هي بالمارون، يعني مع هاد النوعية ديال ولا هاد الشكل ديال لفة الحجاب كيفاش تقدروا تختاروا الألوان مع كل فستان. هنايا بالنسبة لهاد الفستان هنا بالأزرق خلاو أولا بقات لا سانتور يعني في المارون، كما كنعرفوا أن المارون كيمشي مع جميع الألوان بهاد الشكل هذا، فكيجي طويل ومريح. وهاد الكسيوة هذه اللي كتجي طويلة بهذا الشكل كيجيو فيها الأزرار حتى لتحت، هنايا مع هاد الشكل اللي جيب واحد في جهة وحدة، وكيجي الكول بهذا الشكل هذا.
انسومبل كيجي بحال هاد الشكل هذا طويل مع هاد البونطالون. فكيجي بحال هكا من الكمايم كيجيو واسعين، في الكور كيجي شويه طالع، وكيجيو الالوان بحال هكا مغايره ومختلفه، الابيض الازرق. وهنايا هاد الشكل ديال هاد الفستان اللي كيجي باللون الاخضر فاتح، كذلك هاد الكومبينيزون اللي بالأخضر، وهاد الشكل ديال هاد الشميز اللي بالأخضر. هنايا مجموعة من التنسيقات، كذلك هاد الشميز هادي اللي كتجي بالأخضر هنا طويلة من جهة الظهر مع هاد التنورة اللي كتجي في الأبيض. فستان أولا كسيوة صيفية اللي كيجيو فيها هاد الشكل بحال المنمر، هنا بالألوان الأسود، الأحمر، أزرق، وكذلك هنايا الابيض. البنات وانتم كتشاهدوا الفيديو ما تنسوش انكم ديروا لايك الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن من البنات ويستافدوا من جديد الموضه، وشكرا لكم. وكذلك هنايا هاد التنسيقه هذه اللي فيها اونسومبل. ان شاء الله تكونوا كملتوا معايا لا فيديو حتى الاخير، وتكونوا اشتركتوا في القناه، وما تنسوش ديروا لايك الفيديو. نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.